خليني أسألك سؤال. كام مرة بصيتي في المراية وقلتي ليه البنات اللي على السوشيال ميديا شكلهم حلو قوي وأنا لأ؟ وكم مرة افتكرتي إن السبب إن معاهم فلوس أكتر، أو بيستخدموا منتجات غالية، أو حياتهم أسهل؟ أنا كنت فاكرة كده برضه، لحد ما اكتشفت إن الجلو أب الحقيقي عمره ما كان بكريم ب1000 جنيه، ولا ميك اب غالي، ولا حتى هدوم من براندات. الجلو أب الحقيقي هو إنك تغيري عادتك. في الفيديو ده هقولك كل خطوة عملتها وأي بنت تقدر تعملها علشان تبقى أنضف وأشيك وأحلى، حتى لو ميزانيتك صفر. وهقولك كمان ايه الحاجات اللي فعلا تستحقي تدفعي فيها كل فلوسك، وايه اللي مجرد ترند على السوشيال ميديا ملوش أي لازمة. اوعي تقفلي الفيديو بعد أول كام خطوة، لأن آخر خطوة هي أكتر خطوة بتفرق بين البنت اللي شكلها عادي والبنت اللي أول ما تدخل أي مكان كل الناس تاخد بالها منها. أول حاجة هنعملها هي رتبي أوضتك. أول حاجة هي ترتيب الأوضة. يمكن تستغربي وتقولي ايه علاقة الأوضة بالجلو أب؟ بس صدقيني ليها علاقة كبيرة جدا. لما المكان اللي حواليكي يكون نظيف ومرتب، نفسيتك بتتحسن وبيبقى عندك استعداد تهتمي بنفسك. فابدأي الأول بترتيب السرير. لمي أي هدوم مرمية، ارمي الزبالة، امسحي التراب، افتحي الشباك يدخل شمس وهوا. مش لازم اوضتك تبقى مثالية، المهم تبقى مريحة ليكي. تاني خطوة هي الشاور الصح. بعد ما خلصنا أول خطوة، يلا ندخل على أهم خطوة في الجلو أب، وهي الشاور. في ناس كتيرة بتستحمى لكن مش بتاخد بالها من أماكن مهمة في الجسم. وانتي بتستحمي اهتمي انك تنضفي ورا الرقبة وتحت الإبط وبين الأصابع والكوع والركب والكعبين، لأن الأماكن دي بيتجمع فيها عرق وجلد ميت أكتر من غيرها. لو عندك ليفة مغربية أو حتى ليفة عادية، استخدميها مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع علشان تشيل الجلد الميت. لكن أهم حاجة ما تتعكيش جسمك بعنف عشان البشرة ما تتهيكش. وبعد ما تخلصي الشاور ما تنسيش جسمك، سيبيه ينشف خالص وهو لسه رطب كده. حطي مرطب لأن ده بيخلي الجلد يحتفظ بالترطيب ويخلي جسمك أنعم بكتير. والخطوة التالتة هي تقشير الجسم. هنيجي بقى للتقشير، ودي خطوة ناس كتيرة جدا بتكسل تعملها مع انها بتفرق جدا في نعومة الجسم وشكله. هقولك على اسهل مقشر طبيعي تعمليه في البيت. عبارة عن معلقتين سكر ومعلقة زيت زيتون او حتى زيت اطفال ومعلقة عسل، وتخلطيهم مع بعض. وبعد الشاور تفركي بيهم الجسم بحركات دائرية لمدة 3 أو 5 دقايق، وبعدها تشطفيه بمية فترة. وتعملي المقشر ده مرة أو مرتين في الأسبوع، وهتلاحظي إن جسمك بقى أنعم بكتير. رابع خطوة هي ترطيب الجسم. بعد أي تقشير لازم وضروري نرطب. ولو انتي ما عندكيش كريم غالي تقدري تستعملي أي كريم مرطب. لو مفيش برضو تقدري تستعملي جل الصبار أو حتى نقطة زيت لوز حلو لو ده بيناسب بشرتك. الترطيب المستمر هو اللي بيخلي الجسم شكله صحي وناعم، ومش لازم يكون بقى بمنتجات غالية. خامس خطوة هي العناية بالبشرة. دلوقتي بقى نيجي للحاجة اللي كل البنات بتدور عليها، ازاي يبقى وشك نظيف وصافي. وقبل ما اقول اي وصفة لازم اقولك حاجة مهمة جدا. مفيش ماسك هيخلي بشرتك صافية من اول مرة، لان البشرة محتاجة استمرارية. فبلاش تعملي ماسك مرة وتقولي ما جابش نتيجة. اول حاجة لازم تغسلي وشك مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل أو قبل ما تنامي. لو عندك غسول مناسب لبشرتك يبقى ممتاز جدا. لو ما عندكيش اغسلي وشك بمية فترة وما تستخدميش الصابون العادي، لأنه بينشف البشرة عند ناس كتير جدا. وبعد الغسيل نشفي وشك بفوطة ناعمة وما تفضليش تدعكي فيه جامد. نيجي بقى لأنواع البشرة. لو انت بشرتك دهنية، يعني لو انت وشك بيلمع بسرعة أو بيطلع فيه حبوب، جربي الماسك ده مرة في الأسبوع. عبارة عن معلقة زبادي ومعلقة نشا فقط.
اخلطيهم وحطيهم على وشك من 10 ل15 دقيقة، وبعدها اغسليه بمية فترة. الماسك ده بيساعد ان البشرة تهدى ويقلل الدهون. نيجي بقى للبشرة الجافة. لو بشرتك دايما مشدودة او بتقشر يبقى جربي الماسك ده. معلقة عسل ومعلقة زبادي وسيبيه ربع ساعة، وبعدها اغسليه، وبعدها تحطي المرطب بتاعك. ولو بشرتك عادية أو مختلطة استخدمي ماسك الشوفان، عبارة عن معلقة شوفان مطحونة مع شوية زبادي، وسيبيه 10 دقايق، هيخلي البشرة أنعم ويهديها. سادس خطوة هي الشفايف. حتى لو انتي بشرتك حلوة لكن شفايفك ناشفة هتحسي ان شكلك مرهق. مرة في الأسبوع تعملي سكراب بسيط جدا، عبارة عن معلقة سكر صغيرة مع نص معلقة عسل، وتدلكي الشفايف بالراحة خالص لمدة دقيقة واحدة بس، وبعدها اغسليها وحطي فازلين أو أي مرطب شفايف، وأهم حاجة تشربي مية وهتلاحظي الفرق. سابع خطوة هي الأسنان. الابتسامة الحلوة جزء كبير جدا من الجلو أب. اغسلي أسنانك الصبح وبالليل، وما تكسليش حتى لو انتي تعبان. لو تقدري تستعملي خيط الأسنان لأنه بينظف أماكن الفرشة مش بتقدر توصل لها. وكمان حاولي تشربي مية بعد المشروبات اللي بتصبغ الأسنان زي مثلا الشاي أو القهوة. تامن خطوة هي الشعر. نيجي بقى للشعر، لأن الشعر النضيف والمترتب بيغير الشكل كله. مش لازم تشتري منتجات غالية، أهم حاجة تعرفي نوع شعرك وما تغسلهوش زيادة عن اللزوم. لو شعرك جاف تقدري تعملي حمام زيت، عبارة عن معلقة زيت زيتون أو معلقة زيت جوز هند لو متوفرة عندك، أو تقدري تستعملي الاتنين مع بعض أو كل واحد لوحده. دفي الزيت شوية وحطيه على أطراف الشعر وفروة الراس لو ده يناسبك، وسيبيه من ساعة لساعتين، وبعدها اغسليه بشامبو. وبعد الغسيل سيبي شعرك ينشف بهدوء وما تستخدميش الحرارة كل مرة. وكمان يا بنات أنا عاملة فيديو كامل لوحده عندي على القناة عن الشعر، ياريت لو عجبك الفيديو تعمليه لايك واشتراك